بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا متابعي ألعاب القوى المصرية، لنا لقاء مع نائب رئيس الاتحاد المصري الأستاذ أحمد حمزة خليفة. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. اهلا وسهلا بك يا دكتور اسامه. اهلا بحضرتك. حضرتك النهارده وامبارح واول امبارح شفنا 3 مراحل او 3 بطولات في اسكندريه، وكانت وجود خامات ممتازه جدا جدا ومواهب جديده لالعاب القوى المصريه تحت رعايه الاتحاد المصري لالعاب القوى. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، انا بحييكم جميعا، واحنا بدانا نهج جديد في الاتحاد المصري لالعاب القوى، ان احنا نبدا من النشء ونهتم بيهم ونبدا نعمل منتخبات من سن ال 14 سنه. ده حاجه جديده خالص من عقود مع ده طبعا تابع يعني لتعليمات الاتحاد الدولي لالعاب القوى. فاحنا دلوقتي بدانا نهتم بالنشء ونشتغل على النشء عشان نقدر ننتقل مواهب اللي هي تقدر تجيب ميداليه وتقدر تلعب وتفوز في البطولات العالميه والقاريه ان شاء الله يا فندم. استاذ احمد، شايفين في المرحله الاخيره تكاتف مجلس اداره الاتحاد المصري لالعاب القوى برئاسه العميد حاتم فوده وحضرتك والساده القامات المحترمه اعضاء مجلس الاداره بكلمه ترددت كثيرا منذ انتخاب وثيقه الجمعيه العموميه للاتحاد المصري لالعاب القوى، وكلمه منتشره جدا وهاشتاج منتشر جدا، وهو العاب القوى المصريه تستطيع. ان شاء الله تستطيع. طبعا احنا ان شاء الله بفضل المدربين الممتازين، بفضل الانديه اللي هي بتدعمنا واحنا بندعمهم برضه، بفضل كل حد مهتم بالعاب القوى، ان احنا نستطيع نعمل حاجه ان شاء الله في 26 وفي 28 ان شاء الله. توجه كلمه لمعالي الوزير الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه لدعمه للرياضه بصفه عامه والعاب القوى المصريه بصفه خاصه. هو طبعا معالي الوزير أشرف صبحي هو داعم لكل الرياضة وداعم للرياضيين في مصر، لكن احنا برضه عايزين نقول له ان احنا عايزين تدعيم اكتر، عايزين ملعب مخصص لألعاب القوى عشان نقدر بقى نعمل منتخبات ونقدر نشتغل صح، لأن بدون ملعب انت ما عندكش، مش هتقدر تصنع أبطال. فاحنا أول حاجة الملعب، واحنا بعد كده نستطيع بإذن الله أستاذ أحمد. وعايزين نقول للسادة المشاهدين والسادة المتابعين أن الجهات السيادية المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا جدا بالرياضة، ومقولة ذكرت من سيد الرئيس وأن الرياضة أمن قومي. نهتم بالرياضة، نهتم بصحتنا، نهتم بكل ما يخص حياتنا الجميلة. رأي حضرتك يا أستاذ أحمد في مقولة فخامة الرئيس عبد الفتاح؟ يعني فخامة الرئيس أولا راعي للرياضة والرياضيين، وبعد كده الكلام اللي بيقوله ده كلام حقيقي جدا، لأن أصلا الرياضة أمن قومي فعلا. لأن النهاردة أنت لو اهتميت بالرياضة يبقى أنت عندك حد يعني الصحة بتاعته يعني جميلة، بعد كده عقله سليم، فكره سليم، هيبقى انت استغليت اوقات فراغه برضي، وبالتالي هتبقى انت الناس اللي بيلعبوا رياضه برضي هيبقوا ناس وطنيين جدا، هيبقوا يعني من محبين بلدهم. طبعا والكلام ده كله طبعا كلام سياده الرئيس كلام جميل جدا، وهو فعلا ما بيتواناش في دعم الفرق القومية وفي تكريم الفرق القومية، وبالتالي طبعا المفروض ان احنا نستغل سيادة الرئيس للرياضة طبعا، واحنا هنستفيد كلنا ان شاء الله بالكلام ده. استاذ احمد حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري لالعاب القوى، في نهاية لقائنا بنقول سويا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر ان شاء الله. تحياتي لحضرتك. متابعينا الكرام، متابعي العاب القوى المصرية في كل مكان، انتظرونا في لقاءات اخرى كثيرة لقامات وكل منسوبي ألعاب القوى المصرية. كل الشكر والتقدير لحضراتكم.